ايوه بصي لي كده وانتي بتكلميني، لسه لحد دلوقتي بتلغي كل الوصفات اللي فيها كريمه اللوتس صوص اللوتس عشان سعره غالي. ايوه انا. طيب انا من اللحظه دي او من الفيديو ده هخليكي كل يوم تعملي حلويات مختلفه فعلا تجنن، ومعجنات حلوه قوي قوي بصوص اللوتس. هنعمله في البيت، وهنعمل كريمه اللوتس في البيت بطريقه سهله قوي. وكمان هنعمله من الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات لو انتوا فاكرينه. الفيديو هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، وكمان في اول كومنت مثبت. تعالوا بقى، احنا خلاص كده عملنا الحليب المكثف المحلى، روحوا اتفرجوا على الفيديو تعالوا لي. وتعالوا بقى نعمل مع بعض كده صوص اللوتس او كريمة اللوتس. محتاجين شوية بسكوت كده حلوين من بتاع الاولاد بتاع المدرسة بقى، اي بسكوت انت بتحبيه. هنجيب شوية كده حلوين منه، حوالي 200 جرام من البسكوت. وفي الكبة بتاعتك او المطحنة وهتطحنيهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طب ازاي فاطمة هطلع طعم اللوتس؟ معلقة صغيرة بس من القرفة اللي انتوا شايفينها دي، ضفتها على البسكوت وهو بيتطحن وبس. خلاص خدت ضربة كده معايا، يعني معلقة قرفة صغيرة خالص، اللي هي القرفة الباودر. ممكن لو مش عندك قرفة باودر عندك قرفة خشب، ممكن تضيفي نص كده عود من القرفة الخشب، مفيش مشكلة، وتطحنيهم برضك في الكبة أو المطحن. تمام، لحد دلوقتي طحنا بسكوتنا مع المعلقة الصغيرة من القرفة علشان نطلع طعم اللوتس الحلو. هنضيف بقى الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات، وبذكركم تاني روحوا اتفرجوا عليه. حلو جدا جدا، وبجد نفس العبوات اللي هي المغلفة الكان دي، عايزة اقول لكم رهيب، احلى منهم 1000 مرة كمان. وحاجة انتوا عاملينها في البيت وسعرها حنين قوي. طيب بضيف كده الحليب المكثف المحلى على البسكوت اللي احنا طحناه مع القرفة، وابدأ ان انا ادمجهم مع بعض على حسب بقى انت حابة الصوص بتاعك او الكريمه دي كريمه لوتس لحد دلوقتي. لو انت حابه كريمه اللوتس بتاعتك تكون تقيله حلوه متماسكه، اوكي، يبقى انت هتضيفي كميه حليب مكثف قليله. انتوا بقى على حسب ما هتشوفوا قدامكم، انا مش عارفه انتوا هتعملوا بسكوت قد ايه او كميه البسكوت اللي هتضيفوها قد ايه، بس انا زي ما بقول لكم كده ال 200 جرام البسكوت اللي انا طحنتهم ضفت لهم بالظبط حوالي نص كوبايه من الحليب المكثف المحلى. طيب في تريكايه حلوه قوي برضك هتنفع معاكم لو انتوا عايزين تعملوا صوص اللوتس، يعني تطلعوا صوص لوتس من كريمه اللوتس. في حاجتين مش حاجه واحده. لا اما كريمه اللوتس دي هتسيبيها في التلاجة بتاعتك في بوله، تكون طبعا محكمه متغطيه كويس. وقت ما تعوزي تستخدمي صوص اللوتس او تطلعي صوص لوتس، هتدخلي كريمه اللوتس دي في بوله اكبر شويه، يعني عشان لما تيجي تسيح هتدخلوها في الميكرويف، او ممكن تعملوا لها حمام بخار ميه، مفيش مشكله. وهتسيح معاكي وهتبقى صوص لوتس قمر قوي. طيب مش عايز تعملي الخطوه دي، ممكن تجيبي يعني نص كوباية من الحليب اللي هو الحليب المغلي بتاعنا، او اللي هو حليب سخن، وندوب كريمة اللوتس دي معاها، وهيطلع معانا احلى صوص لوتس ممكن تاكلوه. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي حلوة جدا جدا واقتصادية قوي، وبجد يعني حرفيا هتدمنيها، وطعمها ممكن اصلا وانتي قاعدة كده تعملي كريمة اللوتس دي في السندوتشات ومع التوست دي بتبقى رهيبة. فجربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعاية الله. مع الف سلامة.